السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس كتير بتسأل يا دكتور روشتة مناعة، أنا مناعة ابني ضعيفة، أنا طفلي بيتكرر عليه أمراض كتير. يا جماعة مفيش حاجة اسمها روشتة مناعة ثابتة، لكن في حاجة اسمها تغذية الطفل، في حاجة اسمها متابعة الطفل، هل الطفل أصلا عنده أنيميا؟ عنده ديدان؟ عنده أمراض معينة مزمنة؟ هل الطفل متشخص صح أصلا؟ بمعنى إن ممكن يكون طفلك عنده حاجة مزمنة في الأنف مثلا زي حساسية، في الزور مثلا زي لوز مزمنه عامله له مشكله، ديدان مثلا في البطن، سوء هضم بسبب مثلا اميبا او اي طفيليات اخرى، تمام، انيميا. كل ده بيقلل الشهيه وبيقلل التركيز. يبقى لازم الاول اخد راي طبيب الاطفال، انا طفلي عنده حاجه الاول ولا لا؟ طب طفلي سليم، يبقى الاهتمام بالتغذيه. اهم 3 حاجات في التغذيه: العسل الابيض، الفاكهه والخضار الفريش، التغذيه السليمه المتزنه. بمعنى ايه؟ ان الطفل ياكل خضار وفاكهه وبروتين وحبوب وكليات، كل الكلام ده مهم جدا، ويمنع المواد الحافظه. كل ما هو مواد حافظه، كل ما هو من بره لازم يقل على قد ما نقدر. طب هل انا ما عنديش حاجه مثلا للمناعه ممكن اديها؟ طبعا حاجات كتير جدا. ماده اللاكتوفيرين زي مثلا اكياس البرافوتين، انا ممكن اخد كيس مثلا مره واحده يوميا لمده اسبوعين للطفل. طيب ممكن اخد ماده زي ايكاينيشيا مثلا، زي الاميولانت والسامسو اميون والفيوتي اميون والسبونشيا، كل دي ادويه عليها مواد للمناعه، تمام، بتقوي المناعه عندنا. فيتامين سي سواء في الاكل من الفاكهه والخضار عموما، والليمون بقى والفواكه الاخرى والفلفل الاخضر والجوافه، كل دي مواد غنيه بفيتامين سي، ده كله للمناعه، تمام. اوميجا 3، اوميجا 3 زي زيت كبد الحوت مثلا عموما، او الاسماك بقى البحريه والبحريات والجمبري والكلام ده كله، ده كله بيزود عندي الاوميجا 3 للطفل. او ادويه اوميجا 3 زي مثلا اوميجا ار اكس، ده جيلي ممكن قطعه او قطعتين في اليوم، زي مثلا حاجه زي الاوميجا فيت، تمام، ده ممكن ناخده، زي مثلا اومي بيور نقط. كل دي حاجات ممكن تتاخد كاوميجا 3 للطفل على حسب ايه؟ وزن الطفل، على حسب صحه الطفل العامه، يعني ده من خلال الطبيب بتاعي. ممكن نكتب في الكومنتات السن وممكن نساعدكم في حاجه زي كده. يا جماعه اهم حاجه التغذيه، التهويه، النوم السليم، المحافظه على طفلي عموما من اي زحام. بستغرب جدا على بعض الامهات مثلا يبقى طفلك تعبان وممكن يروح مدرسه. رايح ليه؟ ما هو رايح كده ممكن يقبل عدوى جديده، ممكن كمان صحته تتاثر، ممكن كمان يعدي اللي حواليه. يبقى الافضل ان انا طفلي تعبان اقعده يستريح الريست الكامل في البيت يوم، لا مانع منه، هينشطه لتاني يوم. يبقى تغذيه، تهويه، عسل، فواكه، ده كله هيحمي الطفل من الامراض. اخيرا استشيري طبيبك، لان ممكن يبقى طفلك عنده اي مرض مزمن او اي حاجه معينه زي الانيميا، زي الديدان، زي الطفيليات، ده كله بيقلل شهيته وبيقلل تركيزه من خلال عمل بعض التحاليل زي صوره الدم وزي البراز وزي تحاليل اخرى لو الدكتور طلبها. ده كله ممكن يدعم لي صحه طفلي. وكل سنه وحضراتكم طيبين.